يقولوا انه السفينه منين كتبدا تغرق اللي عليها كينقزوا في البحر او كيقلبوا على قوارب نجاة. هذا ما يحدث بالضبط في المغرب. حكومة عزيز آخ النوش أصبحت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن ساعتها قربت، وأنه أنه سقف المطالب ديال المغاربة يوما بعد يوم كيتزاد، ولن يقبلوا إلا بإسقاط هذه الحكومة اللي كيعتبروها أنها لا تمثل تطلعات شريحة واسعة من الشعب المغربي. آه، لعلامة ظهر هذا السفينة بدا كينقز منها وكيحاول يلقى طوق النجاة، من بينهم فيصل العريشي اللي هو مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، اللي فجأة اكتشفنا أنه سقف وهامش الحرية والتعبير سواء في القناة الأولى أو الثانية أو حتى ميدي آن ارتفع بشكل غير مسبوق، ولينا كنتقدوا الوزراء داخل بلاطوهات القنوات التلفزيونية المغربية بحرية لم تكن متاحة في وقت سابق. وهذا الشيء أثار فعلا استغراب بعض المغاربة. فيصل العريشي بغى ينقذ راسو، لأنه الموجة غتكون عالية أكيد، موجة ديال تسونامي. بينما أخنوش ومن معاه ما عجبهمش الحال، وما عجبهمش هاد الحده ديال الانتقاد اللي وصلت لها اللي وصل لها الاعلاميين داخل البلاطويات. فشنو غادي يديروا؟ حرك الاذرع الاعلاميه ديالهم في المغرب من اجل انتقاد هؤلاء المذيعين الذين ينتقدون الحكومه. يعني فقط تخيلوا معايا هذه المعركه دابا كيفاش ولات دايره. بدا كيستخدموا الصحافه الالكترونيه في مهاجمه المذيعين والتقليل منهم، ويعني باش يقولوا انه هاد المذيعين ليسوا محط ثقه، او لانه لا يمتلكون الوعي الكامل من اجل طرح اسئله مصيريه على هاد الوزراء اللي كيستضيفوهم. من بين الصحف الإلكترونية المعروفة بولائها لحزب التجمع الوطني الأحرار وكذلك أخنوش وزبانيته، نجد مثلا صحيفة زنقة 20. آه، شوفوا المقالة كيفاش تكتبات باش تفهموا وجهة النظر ديالي. كتقول أنه برزت من جديد إشكالية وجود الإعلام العمومي ببلادنا، وذلك بمناسبة عرض برنامج خاص على القناة الثانية مخصص لتحليل ومناقشة الأحداث التي شهدتها عدة مدن بالمغرب. ورغم أن فكرة البرنامج كانت إيجابية وتحسب للقناة كمبادرة، لا سيما عبر استضافتها ضيوف متميزين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والنضال السياسي على غرار وسيط المملكة حسن طارق، إلا أن طريقة التسيير الإعلامية سناء رحمي هي التي حجبت تميز هذه المبادرة. يعني بداو كيلاحظوا عليها. سناء رحمي اللي صدمات المشاهدين منين قالت أنها كتصل بعدد من الوزراء في وقت سابق، وحتى شي واحد ما كان كيقبل انه يتم كيقبل الدعوه ديالتها في النشرات الاخباريه وحتى البرامج. كيطفيو عليها التليفون او ما كيجاوبوهاش، او المدير المكتب ديال الوزير الفلاني كيعتذر وما كيبغيو شيء. ولكن ملي كيكون شي انتخابات او كتكون شي حمله او شي مشروع باش يلمعوا هاد الوزراء الصوره ديالتهم، كيوليو هما باغيين يعني يتصلوا بهم. دابا حاليا راه الايه تعكسات. فسجل ملاحظة سلبية حسب هذه الصحيفة، كتقول أنه سجل المشاهدون للبرنامج الذي تم بثه مباشرة يوم الجمعة عدة ملاحظات على تقديم رحمي الذي كان بعيدا عن مستوى التوقعات، ولم يسهم في إغناء النقاش أو تهدئة الأجواء، وإنما بدت شاردة أحيانا في إدارتها للنقاش وضعيفة فكريا مقارنة بمستوى الضيوف اللي كانوا في بلاطو. يعني السيدة ما عرفتش دير الحوار، السيدة لم تكن محل كفاءة. طرحت يعني أسئلة قالوا يعني حسب التصور ديالهم ليست في المستوى، بينما اللي تابع اللقاء غادي يكتشف أنها فعلا طرحت أسئلة جريئة وحطت فرشات كل شيء على أرضية البلاطو. فهادشي ما عجبهم شيء، فحركوا الأذرع الإعلامية ديالهم. لك ضرورة رحمي بدأت مفتقرة إلى التركيز اللازم، حيث أكثرت من مقاطعة الضيوف ولم تمنحهم فرصة لاستكمال أفكارهم وتحليلاتهم. هذه الطريقة في إدارة الحوار كانت مستفزة في بعض الأحيان، وحرمت المشاهدين من الاستفادة من العمق الفكري والتحليل الباحث الاجتماعي. مصطفى اليحيوي أو العرض الواضح والقوي لأفكار وسيط المملكة حسن طارق، كما بدت وكأن هدف الحلقة هو الانحراف نحو دغدغة المشاعر بدلا من تقديم تحليل فكري رصين وهادف لقضية الساعة. وانتقلوا للكلام على أنه طريقة التجديد يجب يعني تجديد هاد الناس اللي تقوموا بإدارة الحوار والصحفيين بالقناة الأولى والثانية وميديا.
تجنبا للهفوات ولزلات لزلات اللسان. وتفكروا لها واحد الخطأ دارته قبل أيام، منين قالت أن الملك محمد السادس يبلغ من العمر 72 سنة والعمر ديالو الحقيقي 62 سنة. وهذا خطأ وارد في جميع المنابر الإعلامية بالعالم وليس فقط المغرب، وليس يعني ليس من الضروري أن نتذكره دائما دائما، لأنه خطأ عابر ممكن أي إنسان أو أي صحفي يوقع فيه. وأتذكر في سنة 2008 كانت صحيفة المساء، أتذكر جيدا هذا اليوم، كانت كان عيد الشباب، وصحيفة المساء كانت خطأت بعمر الملك محمد السادس وزادت له عام، زادت له عام ذاك الوقت. وثاني يوم الصحيفة نزلت اعتذار انه راه خطأت في العدد السابق، وانه العمر ديال الملك راه زاد عام في الصحيفة، ودازت الامور عادي جدا. ولكن نتوما بما انه سنة رحيمي ما عجباتكم شيء وحطات يدها على الجرح وتكلمات في نقاط حساسة، فبديتوا كتقلبوا ليها في الارشيف ديالها. فطريقة بائسة وغير مقبولة تماما. وجه الحقيقة أنه المغاربة لم يعودوا يرغبون في هذه الحكومة وهذه الوزراء اللي موجودين دابا حاليا، فعالجوا المشكل من جذوره. وبما أنكم فتحتوا هذه الفسحة، هذا الباب ديال النقاش والحوار، فلا داعي لتلغيمه، لا داعي لهذه الاساليب ديال التلغيم. راه ما عندها ما تقدم، ما والو، وانتم هما الخاسر الوحيد امام الجمهور المغربي. ونشوفكم على خير.